السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد سعيد وده سادس يوم من Elevate Yourself Day by Day. والنهاردة هنتعلم حاجة كان كله مستنيها، واللي هي إزاي تعمل أنيميشن بكانفا بس، وده تقدر تعمله من الموبايل أو من اللابتوب. أول حاجة هتختار مقاس الفيديو اللي أنت عايز تشتغل بيه، وبعد كده هنتعلم واحدة واحدة إيه كل الفيتشرز اللي موجودة في البرنامج. أول حاجة عندنا الخلفيات. عندنا طريقتين عشان نضيف فيهم الخلفيات. أول حاجة إن أنت تدوس على خانة الخلفية وتختار منها خلفية معينة، أو تبحث على خلفية وتختارها. تاني حاجة إن أنت ممكن كمان إن أنت تختار أي لون عادي، ده كله من البرنامج. ممكن برضه إن أنت تضيف صورة من معاك وتدوس كليك يمين وتختار إن أنت تخليها خلفية، أو تختار برضه صورة من الأبليكيشن نفسه لما تدوس على خانة الصور وتدور على صورة معينة اللي أنت عايزها، وبعد كده تدوس برضه كليك يمين وتخليها خلفية. أو ممكن الخلفية دي تعمل لها فصل برضه من الخلفية تخليها صورة عادية. تاني حاجة عندنا فيتشرز كاملة عشان تعمل بيها editing، أو إن أنت تقص الخلفية اللي أنت عايزها على المقاس اللي أنت عايزه. بعد كده عندنا في حاجة اسمها انعكاس، ممكن تعكسها أفقي أو رأسي، وده برضه نقدر نعمله في أي صورة تانية أو أي كلام أو أي حاجة. بعد كده نقدر نضيف الحركة، أو هتلاقيها اسمها add motion. و add motion دي اللي أنت تضيف فيها الحركة للصفحة كاملة، أو تضيفها للخط مثلا بتاعك، أو أي صورة أنت عايز تضيفها. بعد كده هنكتب أي حاجة مثلا عشان نجرب بيها الخط بتاعنا. هتلاقي فيه طبعا مكتبة كاملة للخطوط، تقدر تتحكم كمان في الحجم بتاع الخط، تقدر تغير لون الخط، تقدر تغير فيه كلمة معينة مثلا في الخط. بعد كده ممكن نضيف حركة برضه للخط ده، أي حركة طبعا، بس في الحركة في الكتابة الخط العربي مختلف عن الإنجليزي. عندنا طبعا عشان نخليه متناسب أو مناسب يعني للفيديو، أو إن هو يبقى موجود في السنتر بتاع الصفحة، فهحتاج إن أنا أحط تحته خط. الخط ده هنجيبه عادي من الخطوط أو الأشكال موجودة في العناصر أو الإليمنتس، ونقدر نتحكم في وزنه أو في السمك بتاعه. نقدر نغير الأشكال اللي عنده في الأطراف، وبعد كده نمده أو نطوله لحد ما يبقى مناسب مع الشكل اللي احنا كاتبينه، أو مع الكتابة، أو مع الصورة اللي أنا هحطها تحته، وهكذا. بعد كده هختار الحركة بتاعة الفونت ده تكون بيز لاين، عشان يبقى كأنه طالع من تحت أو طالع من الخط ده، فيكون ليه أساس بيطلع منه. بعد كده عندنا لو عايزين نبدل أو عايزين نجيب مثلا نفتح صفحة جديدة أو نجيب نفس الخلفية من غير ما نجيب الخلفية نفسها من الخلفية، وبعد كده نعدل عليها بالإيديت والكلام ده، فممكن ناخد الخلفية كوبي عادي جدا، وبعد كده نعمل لها بيست، وتبقى معانا برضو نفس الخلفية من غير تعب ولا فرق. أو ممكن تدوس برضو كنترول سي بعد كده كنترول في، برضو هي نفس الكوبي بيست. بعد كده نقدر نضيف أي صورة من معانا، وبرضو نقدر نعمل لها إيديت لحد ما تظبط لو لقيناها مش مناسبة بالنسبة لنا، ونقدر برضو نضيف لها فلاتر أو افكس هتلاقيها موجودة في التأثيرات أو اف اكس. بعد كده عندنا برضو قص، وعندنا اللي هي الضبط أو الإيديت. نقدر نعدل الصورة زي ما احنا عايزين لحد ما تظبط معانا على الشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده هنضيف خط برضه عشان تبقى طالع منه، علشان ما يبقاش شكلها غريب وهي جاية من نص الصفحة. وبرضه هندي للصورة دي بيز لاين عشان تبقى كأنها طالعة من الخط ده، وما يكونش شكلها غريب في الصفحة. طبعا نغير الوزن بتاع الخط، ونقدر نغير كمان الطول بتاعه، ونقدر نغير الأشكال اللي موجودة في الأطراف. نظبط أبعاد الصورة ونختار له الحركة، طبعا بيز لاين زي ما قلنا عشان يبقى كأنه خارج من الخط ده وما يبقاش شكله غريب. نقدر كمان نضيف حركة للخط ده، وليكن هنضيف عليه الحركة اللي اسمها المسح. يبقى احنا ممكن نتحكم في الحركة بتاعة الصفحة كاملة، أو إن احنا نحدد لكل واحد فيهم حركة خاصة بيه. نقدر كمان نتحكم في الوقت اللي هيظهر فيه الخط أو أي حاجة احنا ضفناها مثلا للصفحة بتاعتنا، علشان نتحكم بيه ما يكون مش كل حاجة تظهر في نفس الوقت. مثلا أنا بتكلم مثلا لما أنا بقول أنا محمد سعيد، هتلاقيه باين في الفيديو أول حاجة بتظهر اسمي، بعد كده بظهر الصورة، بعد كده الخط، وهكذا. فأنا بكون منسق مع كل صفحة امتى كل حاجة تظهر مع لما أنا بقول الكلام ده. فبالتالي انت كمان تقدر تتحكم بده بان انت تدوس كليك يمين وتختار عرض الوقت وتتحكم في الوقت ده من تحت، او ممكن تعمل لهم كنترول ايه كلهم وبرضه تدوس على عرض الوقت وهيظهر لك، وتقدر تتحكم في كل واحد فيهم امتى يظهر وامتى ما يظهرش. وليكن هنكتب حاجة بالانجليزي مثلا عشان نشوف ايه الفرق ما بين الحركة في الانجليزي والحركة في العربي. هتلاقي في الحركة في الانجليزي، هتلاقي في الكتابة، هتلاقي في مودز كتير جدا او ثيمز كتير جدا، غير العربي تلاقي في الكتابة مكتوب إن هو يعملهم كلهم بلوك، ما يقدرش إن هو يكتب حاجة لوحدها. فبالتالي هنا عندنا فيتشرز أكتر في إن أنت تكتب الحرف كل حرف لوحده، لأن هو أصلا البرنامج المفروض إن هو أساسه إنجليزي، فبالتالي بيكون في فيتشرز أكتر لما نتكلم باللغة الإنجليزي. فعشان كده تلاقيني في أغلب فيديوهاتي أنا بكتب إنجليزي أكتر، لأن هو بيكون في فيتشرز أكتر للأنيميشن. بعد كده ممكن نضيف مثلا أي صورة عندنا، فزي الصور اللي احنا كنا بنعملها أو بنجيبها في الفيديوهات بتاعتي. نقدر كمان نتحكم في الحركة بتاعتها.
طبعا نقدر نعدل في الألوان بتاعتها من الخانة لفوق زي ما قلنا لو احنا بنشرح في الفيديو اللي هو بتاع العناصر ازاي تجيبها. طبعا العناصر دي كلها او الحاجات اللي انا جايبها كلها من التحميلات دي هتلاقيها في اللينك بتاع الفيديو بتاعي في الديسكريبشن، تقدر تشوفه. هتلاقي فيه 8 مواقع لتصميم هتحتاجها علشان تعمل الفيديو ده او تعمل اي لوجو مثلا انت عايزه. بعد كده لو عايزين نعمل فيديو زي الفيديو اللي انا عايزه ده، فطبعا انت هتشوف الخطوات بتاعتنا. نقدر نتحكم كمان في الخط، ندوس على الافكتس بتاعته ونغير في شكله، ونقدر نخليه مثلا 3D او نخليه تحته ظل او ايا كان. تقدر كمان تتحكم في حجمه وتقدر تتحكم في اي حاجه. فعقبال ما تظبطه وانت تلعب شويه في الفيتشرز اللي انت عايزها لحد ما تطلع الشكل اللي انت عايزه. تقدر تضيف طبعا عناصر زي ما قلت لك من الفيديو اللي انا هسيبه لك في الديسكريبشن، او ان انا هسيبه لك كمان هتلاقيه معروض فوق. لو احنا عايزين نعمل حاجه زي اللي انا عاملها دي، فبالتالي انت تحتاج تجيب العناصر بتاعتي او هتجيب الماتيريال، تقعد تدور على الماتيريال اللي انت هتحتاجها في المواقع اللي انا هسيبها لك. تقدر كمان تضيف اصلا صور او فيديوهات متحركه GIF، بصيغة GIF هتلاقيها في الفيديوهات. مثلا لو انت دورت على المواقع اللي انا هسيبها لك برضو هتلاقي ان انت تقدر تضيف في صيغ GIF هي اصلا صور متحركة، او ان انت كمان ممكن تجيبها من الاليمنتس او العناصر اللي موجودة على كانفا نفسه. تبحث او تكتب انيميشن مثلا بحاجة معينة هتلاقيها موجودة. نقدر نجيب برضو اي صورة او اي صورة متحركة برضو من دول ونحركها احنا بنفسنا، او اي صورة ثابتة برضو نحركها احنا بنفسنا، نعمل لها خط متحرك او انشاء رسم متحرك، او ان انت تعمل انيميشن بنفسك. فمثلا عايز الشخصية دي تمشي مثلا في شارع أو في صورة يكون فيها شارع، فأقدر أخدها وأحركها أنا بنفسي بالماوس لحد ما تتحرك بالاتجاه اللي أنا عايزه. لو أنا عايز تمشي في اتجاه مستقيم أو خط مستقيم لازم أدوس شيفت وأنا بسحب، وعلى حسب سرعة سحبي ليها بتكون السرعة بتاعتها. وكمان أقدر أتحكم في السرعة بتاعتها من الخانة اللي مكتوب عليها السرعة بعد كده، وكمان أتحكم في أنماط الحركة. وكمان ممكن أضيف إفكتس تانية للحركة، وما أظنش إن هي تكون مفيدة أوي يعني، بس هي فيتشرز زيادة. اي فيديو من دول من اللي هو GIF انا اقدر كمان اتحكم في الحركه بتاعته. تاني ان انا اضيف له حركات تانية زي اللي احنا وريناها مثلا في الخط. لما بجيب خط بجيب مثلا ان انا اخليه تعرج او ان هو يطلع من بيز لاين او ايا كان. فاختار مثلا الخط اللي هو لو احنا عايزين كمان نشوف ايه هو الفرق ما بين الخط الانجليزي والخط العربي، بس المره دي نجيبهم جنب بعض عشان نعرف نفرق. طبعا تقدر تشوف الايفكتس بتاعتك، تتحكم بشكل الخط زي ما انت عايز، ده زي ما قلنا. لو بصيت على الانجليزي هتلاقي فيه الكتابة، هتلاقي فيه فيتشرز اكتر، وكمان في اغلب الحاجات التانية برضه هتلاقي فيه فيتشرز اكتر. في باقي الحركة التانية برضه اكيد في حاجات تانية مش موجودة في العربي، بس الاكتر هو في المود بتاع الكتابة. هتلاقي اصلا اغلب الحاجات دي مش موجودة اصلا في العربي، اللي موجود منها هو ان انت تكتبه كبلوك كامل بس. ففي الانجليزي عندنا فيتشرز اكتر واحسن. عشان كده لما باجي اعمل فيديوهات زي كده بعملها بالانجليزي، لان العربي انا بكتب الجمله ما فيهاش غير هو فيتشر الواحد ان انت تعمله بلوك، او ان انت بقى تعمل الفيتشرز العاديه اللي احنا بنعملها دايما. مش هيبان كان انت مثلا كيبورد هو اللي بيكتب او الكلام ده، لان ده عربي والابلكيشن هو ابيض على العربي اللي انت تقدر تعمل بيه، بس ما بيكونش فيه مودز اكتر زي الانجليزي. كمان تقدر تتحكم في الحركه دي تحصل وهو داخل بس في الفيديو ولا هو خارج بس، ولا يعملها في الناحيتين. وممكن كمان يعمل حركتين مع بعض، ان هو ده ثاني يعمل حركه كانه طالع من فوق وهو راجع، او هو خارج بره الفيديو ده ويخش الفيديو اللي بعده ينزل لتحت. فانت تعمل عكس في الرسومات في الخروج، وده هيكون احسن وهيكون شكلها الطف. تقدر تضيف ترانزيشنز كتير موجوده عندك. لو دوست ما بين الصفحتين هتدوس اد، او اللي هي هتلاقي فيه ايقونه تدوس عليها تجيب لك اد ترانزيشن. وزي ما قلنا نقدر نتحكم في الوقت اللي انا اظهر فيه الحاجه اللي انا اعملها او الحاجه اللي انا بضيفها للصفحه بتاعتي، علشان اعمل تناسق ما بين الصفحه ويكون شكلها احسن وكل حاجه. مثلا لما اجي انا اقولها ببقي، او ان انا لما بسجل الصوت واضيفها يكون هي اول ما انا اقول الكلام ده هي تظهر في الفيديو بعدها على طول. نقدر كمان ندوس على العناصر وندور على اي حاجه. مثلا اجيب ايقونه كانفا وتكون هي متحركه، يعني احنا ممكن نجيبها متحركه وممكن نجيبها ثابته لو انا دوست على الصور. فلو انا عايز اجيب مثلا متحرك اقدر كمان اتحكم في حركته زياده واضيف له حركه تانية، ان هو مثلا يظهر من فوق او ان هو يجي من جنب وهكذا. طبعا في فيتشرز اكتر اللي هو ان انت تتحكم في السرعه بتاعته، بس ده بيكون من البريميوم، لكن في النسخه العاديه ما اقدرش اتحكم بيه. طيب لو انا عايز اعمل الفيديو الاولاني اللي انا عامله في الفيديو بتاعي او اللي هو اسمه الانترو، ده انا اعمله ازاي؟ ده انا عملته بان انا جبت شويه مثلثات وصفحه سوداء وخدت الفكره. قعدت اطور طبعا كتير قبل ما خدت الفكره دي، ورحت جايب شوية مثلثات وعملتها ورحت كاتب، حطيت اللوجو بتاعي وحطيت اسم القناة وظبطت كل حاجة وبس، وضفت طبعا الميوزك اللي موجودة فيه وخلاص. الحوار كان سهل. طبعا تقدر تدور عليه تكتب تراينجل أو مثلث وتقدر تعمل زيه.
أو أنت تدور على تمبلتس جاهزة وبرضه تحاول تعدل عليها أو تجيب منها الأفكار وبعد كده تعمل حاجة شبهها. لو إحنا عايزين نعمل الخط ده ليه مثلا أكتب جملة كاملة ومش عايز إن أنا أفضل ألزق فيهم أو أكتبهم في كذا جملة، وعايز الخط ده يكون مختلف اللون عن باقي الجملة، فأنا بحدد أو بدوس عليه مرتين وأحددهم بالماوس بس، احدد الجزء بس اللي انا عايز اغير لونه واختار ان انا عايز اغير لون الشكل ده. بعد كده زي ما قلت لك تقدر تتحكم في الصوره ان انت تعكس الصوره افقيا او عموديا عادي جدا. بعد كده عندنا فيتشرز ان انت تتحكم كمان في الخط، ان انت مثلا عايزه يكون تقيل، عايز يكون خفيف، عايز يكون مايل، عايز يكون تحته خط، عايز يكون هو مشطوب عليه خط، عايز يكون كلهم حروف كابيتال تلاقيه عادي. تقدر كمان تتحكم في مكان الخط من الوضع او ان تتحكم بيه ان انت تحركه عادي جدا، وكمان تقدر تتحكم في الاوباسيتي بتاعته او الشفافيه. طبعا انا كده قلت في كل الفيديو ده الاساسيات، يبقى انت كده تبقى عرفت خلاص كل الاساسيات انت تقدر تعمل انيميشن ازاي. انا كده المفروض ان انا اديتك الفكره، وانت المفروض ان انت تطبق عليها وتعمل فيديوهات مثلا زي اللي انا بعملها او تعمل احسن منها كمان. وكل واحد على حسب فكرته، ممكن واحد يعمل بيها اعلان، ممكن واحد يعمل بيها فيديو مثلا على اليوتيوب او على ريل على الانستجرام، ممكن تستفاد بيها ان انت تعمل بيها كونتنت بالموبايل بتاعك بس او من اللابتوب بتاعك بس من غير ما تصور اي فيديو او اي محتوى. انت مش محتاج تعمل ده، بالتالي انت ممكن تكتب ده او تظبط الفيديو، بس لازم يكون عندك الفكره والمحتوى اللي انت عايز تقدمه، وبعد كده تقدر تتحكم بيه وتعمله بكام عادي جدا. بعد كده لو عايزين نعمل طبعا الصور، نحرك الصور زي ما انا ضايفها مثلا في الناشر، والايقونز اللي انا كاتبها دي او اللي انا حاططها دي برضو هتلاقيها في مواقع اللي انا منزلها زي ايكون سكوت و 3 دي ايكون او فري باك او غيره. طبعا نقدر نعمل الصفحه الاخيره دي برضو اللي هي بتاعت باي. انا طبعا عامل الشاشه بلاك، بس ده مش اللون البلاك، لا انا رحت جاي على بلاك وجبت فيه شويه نويز كده فشكله احلى. وبعد كده ضفت الكلام نفسه اقدر طبعا اتحكم في اللون بتاع الخلفيه او اللون بتاع الارتفاع بتاعه، او لو انا عايز اعمله 3 دي فهيكون اللون ده اقدر اتحكم فيه، واقدر اتحكم في اللون الاساسي بتاع الخط وبس كده. وطبعا ما تنساش تتابعني على كل المنصات عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.